هنتكلم على أنواع زرع القرنية. 6 مرضى في 6 حالات مختلفة: حاج رجب، سيدة نفيسة، عز العرب، محسن، سيدة علية، والحاج سليمان، عشان في العمليات على أنواع زرع القرنية. زرع القرنية هو العملية اللي بنعملها للتخلص من مشكلات كتير ممكن تحصل، زي القرنية المخروطية، العدمات بأنواعها المختلفة، العدوى على مستوى القرنية. ممكن نعمل زرع قرنية كامل منافذ عند الحاجة، وممكن تكون زرع طبقي أمامي أو زرع طبقي خلفي على حسب بس الأنسجة المتأثرة نشيلها ونحافظ على بقية نسيج القرنية، وده هدفه تقليل كتير من نسب رفض القرنية. الحاج رجب كان عنده عتمات على القرنية وراثية شاملة جميع طبقات القرنية، وعمل زرع قرنية نافذ عشان نشيل جميع الطبقات المعطوبة ونحط القرنية السليمة كاملة مكانها. أما السيدة نفيسة فهي كانت عاملة زرع قرنية سابق في بلادها، وكان فيها رفض وحصل فيها عتمات. أخذنا العلاج المناسب قبل وأثناء وبعد العملية. العملية الحمد لله قرنية مقبولة جدا، دلوقتي هي تحت الملاحظة. أما عز العرب فكان عنده عتامة على القرنية بعد ما حصل ليه خراج وعدوى على القرنية ثابت أثر. عملنا له زرع قرنية طبقي، يعني شلنا الطبقات الأمامية فقط اللي فيها العتمات، وحافظنا على الطبقة الداخلية المهمة جدا عشان ما يحصلش فيها أي رفض بإذن الله. حاجة عليا كان عندنا عتامة على القرنية ومية بيضة تقيلة جدا داخل العين، شيلنا القرنية وزرعنا قرنية جديدة، وشيلنا المية البيضاء وحطينا العدسة مكانها، صلحنا الجزء الأمامي كاملا من العين. محسن كان عنده قرنية مخروطية متقدمة، كان فيها تعرجات شديدة ومش شايف أبدا منها. عملنا زرع قرنية طبقي أمامي، يعني شلنا الطبقات المتأثرة فقط وسيبنا الطبقة الداخلية مهم نحافظ عليها تقليل فرص حدوث رفض القرنية لاحقا. قرنية شفافة ومنتظمة، والحمد لله المنظر أفضل. أخيرا الحاج سليمان كان عامل عملية مية بيضاء في مكان آخر، وحصل تأثر شديد للطبقة الداخلية، الخلايا الداخلية من القرنية المسؤولة عن شفافية القرنية، أدت إلى القرنية تكون معتمة مليانة بالارتشاحات. بعد العلاج لفترة طويلة والذي لم يؤتي ثمر، كان الهدف من الإجراء إن إحنا نغير الطبقة الداخلية، الخلايا الداخلية للقرنية، بزرع قرنية داخلي علشان نرجع تاني شفافية القرنية. الحمد لله القرنية دلوقتي شفافة. دايما اختيار نوع الإجراء هو اللي بيؤدي في النهاية إلى نجاحه. مفيش اختيار واحد ممكن يكون مناسب للجميع. ممكن نعمل زرع قرنية نافذ فقط، أو مع إزالة عدسة العين وزرع عدسة مع الاتنين مع بعض. ممكن نعمل زرع قرنية طبقي أمامي أو زرع قرنية طبقي خلفي، كل واحد بنختار له الطريقة الجراحية المناسبة ليه للحصول على أفضل النتيجة.